اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنفتح مع بعض تاني كرتونة من أدوات المطبخ من جهاز بنوتي. وأول حاجة موجودة معايا هو ميزان المطبخ الستانلس. الميزان ده ممتاز جدا. لو انتي بنوتك بتحب تعمل الحلويات والمعجنات الميزان ده هينفعها جدا جدا. هعمل لك بيه فيديو ان شاء الله لوحده علشان تعرفي سعره وماركته. تاني حاجة معايا المضرب. ده مضرب وهاند بلندر تورنيدو من توشيبا العربي. طبعا صيانة توشيبا ممتازة، علشان كده انا بحب اجيب الرفايع بتاعتي من توشيبا. اللبانة الاستانلس. اللبانة الاستانلس طبعا لازم تكون 18 على 10. اليد بتاعتها لازم تكون كده يعني بعيدة شوية عن الجسم بتاع اللبانة علشان الاستخدام والسخونية. كمان هنا معايا الطقم بتاع الكنك. الطقم ده تلات قطع، والحامل بتاعهم برضو من نفس الشركة، بس لازم تتأكدي انه 18 على 10. الكبة بتاعة الثوم. طبعا كل عروسة بيجي لها محضر الطعام او الخلاط والكبة اللي بيكون حجمهم كبير، بس لازم طبعا نجيب الكبة الصغيرة دي، ودي بتغني عن الهون. زمان كنا بنستعمله، دلوقتي بقى مبقاش حد يستعمله. والكبة دي بتغنينا في صنع التتبيلة للسمك والفراخ والتتبيلات يعني عامة. فهي حلوة قوي. كمان نوعها تورنيدو. انا زي ما قلت لكم بحب اجيب رفايع الكهرباء من تورنيدو علشان الصيانة بتاعتهم ممتازة. ولو انا هصلح حاجة بروح باخدها وانا يعني في نفس اليوم وانا ماشية. معايا هنا كده برضو طقم التوزيع السيليكون، وبرضو من نفس الشركة، والشركة دي اسمها الأندلس. الطقم ده يا جماعة ممتاز جدا. حاجة كده يعني افضل من كمان الاستانلس، عشان الاستانلس هيبوظ لنا طبعا كل الحلل الجرانيت والسيراميك والتيتانيوم والحاجات دي. بتبقى محتاجة حاجة لينة نقلب بيها، فدي افضل حاجة. وطبعا ماركة الاندلس افضل ماركة ممكن تجيبيها. في منه 6 الوان، وحسب نوع الحلل اللي انت جايباها او الوان الحلل بتختاري لون. طقم التوزيع بيكون قريب يعني، او يعني ماشي معايا. المكونات بتاعته ست حاجات. يعني عندنا الكبشة، الاسباتيولا، معلقة الشوربة، عندنا طبعا المعلقة بتاعة المكرونة، في معلقة تانية كده برضو المعلقة بتاعة الرز، والحامل بتاعهم يعني 7 قطع. دي المكونات بتاعته زي ما قلت لك كده من شركة الأندلس. خلي بالك في منه تقليد، فلو هتجيبيه بصي على كلمة الأندلس. بتبقى مكتوبة على كل قطعة في الطقم. يعني المعلقة هتلاقي كده عند المقبض عند المسكة بتاعت ايدك مكتوب الأندلس، وهكذا كل محتوياته. لو مش مكتوب تعرفي انه تقليد ما تجيبيهوش. طقم السكاكين. وده شركة باص. في منه الاصلي وفي منه التقليد. ده كده مكتوب عليه احذروا التقليد. مكوناته المكونات الاصلية. انا شفت منه قريب. الطقم بتاعه فيه 3 سكاكين بس، وهو برضو دوار، وده اكيد بيكون تقليد. الطقم الاصلي فيه 3 سكاكين مطبخ، واحدة صغيرة واحدة وسط وواحدة كبيرة. وفي السكينة المشرشرة بتاعة التورتة. وفي كمان شطور، وفي مستحد، وفي مقص، وطبعا الحامل الدوار بتاعهم. خلي بالك من المكونات، واحذري التقليد طبعا وانت بتشتري الطقم ده. طبعا دلوقتي اي عروسة بتحب تجيب الطقم الدوار علشان بيكون ليه حامل دوار كده على الرخامة. فطبعا بيكون شكله حلو جدا. فتمام هاتيه، بس خلي بالك من النوع اللي بتجيبيه.
وعايزه برضه اديكي ملحوظه، اختاري لون السكاكين يليق على لون المطبخ ولون طقم الجرانيتي اللي انت جايباه او الرفايع عامه في المطبخ. هنا كده البراد الاستانلس وبرده من الاندلس، ليه 3 رسومات. هو بيكون استانلس بس عليه زي رسمة كمبيوتر كده. هما بيكون يعني هما 3 رسومات، انا جبت الاقرب ليهم يعني اللي انا حسيت انها كويسة. وطبعا ليه قاعدة من تحت سميكة زي طقم الحلل بالظبط. واليد بتاعته وانت بتشتريه حاولي تجيبي البراد اليد بعيد عن الجسم علشان يعني الاستخدام والنار ما تسخنش معاها اليد على طول. هنرص الكرتونة بتاعتنا تاني وهبتدي بقى احط المحتويات بتاعتها. هنا كده طبعا وانت بتحفظي اي حاجة في جهاز بنتك حاولي تحطي كل حاجة عادلة كده مكانها. ما تحطيش حاجة مش واخدة وضعها الطبيعي. يعني طبعا الحاجات دي مش هينفع ننيمهم. طبعا تقل حاجة على حاجة ممكن يبوظ الكرتونة او يبوظ الحاجة نفسها او يكسرها، وخاصة لو في عندك حاجات كهربائية. يعني مثلا الكبة لازم تحطيها كده يعني مش هينفع تحطيها على حرف الكرتونة علشان ما تجيش اي خبطة تخبطها، او تحطيها يعني مقلوبة او بالجنب كده. ممكن اي حاجة فوقيها تضغط عليها تكسر لك الكبة. فالكبة هنحطها كده واقفة وهنحطها في وسط الكرتونة علشان تضمني انك انت بتخزني حاجتك بطريقة كويسة تقعد معاكي بقى بعد يعني بدل السنة سنين طويلة. طبعا الناس اللي بتخاف تجهز بدري وبتقول لا اولادنا لسه صغيرين، بصوا يا جماعة في حاجات بتيجي بدري وفي حاجات ما ينفعش ان هي تيجي. يعني مثلا السجاد ما ينفعش يجي الا الاخر. البوتاجاز برضو ما ينفعش يجي غير الاخر. ليه البوتاجاز بالذات في ادوات المطبخ؟ لان البوتاجاز ممكن المطبخ يكون صغير وانت جايبه بوتاجاز كبير فمش يعني مش هيدخل في المطبخ، او العكس. فانت بتسيبي البوتاجاز للاخر. الغسالة كمان بتسيبيها للاخر. يعني ممكن يكون العريس عامل الرخامة يعني حاطط رخامة فانت هتضطري تجيبي غسالة اللي هي ايه بابها من قدام، وممكن ما يكونش يعني عاملها وانت حابة تجيبي التانية. فاهمين انا قصدي ايه؟ فبتخلي الغسالة وبتخلي البوتاجاز في الاخر. لكن التلاجة ممكن تتحط في اي مكان في الشقة لو المطبخ ضيق ومش واخدها. وعامة يعني في المتوسط بنجيب التلاجة اللي هي 18 قدم بيكون ان شاء الله ليها مكان، ولو مش موجود بنحطها في اي مكان. يا رب الفيديو النهاردة يعجبكم. ما تنسوش